العلماء يقولوه في مسألة لغة الطير. الراجل ده راجل من الوطنيين بيكلم العصفرة بيقول لها يا عصفرة وريني فين العسل وانا هدوقك منه، لو قلت لي العسل فين هدوقك منه. شوف بيصوصو وبيسمع بيصوصو صوصوة معينة، لكن معنى الصوصوة دي بيسأل العصفرة بيقول لها فين العسل، لو قلت لي على العسل فين هدوقك ايه على حتة منه، هدوقك حتة منه. فقوم العصفرة بتصوصب معناها فهمت، معناها تعالى ورايا، بيمشوا وراها، تتنقل من شجرة لشجرة، وكل ما تقف على شجرة تصفر يعني معناها تعالوا لسه ما وصلناش، فيمشوا وراها من شجرة لشجرة لشجرة، بيقعدوا بيمشوا أميال وهي بتعمل الحركة دي، تقف على الشجرة وتصفر تعالوا ورايا، لغاية ما تيجي على شجرة وما تصفرش خالص، ساكتة كده وتشاور. فبيبصوا يا خبر ده فعلا اهو في الجبل عبارة عن خلية جبلية مليانة نحل ومليانة عسل، شيء غريب. يبقى إذن فعلا هذا الرجل البدائي قدر يكلم العصفرة والعصفرة ردت عليه. بيستعمل الدخان اهو عشان يقلل الشراسة بتاع النحل، عشان يلهف ايه حبة شمع وعسل. اهو لهف بسرعة اهو. العصفرة مستنية نصيبها، لان هي قال لها انا هديكي وهحللك بقك، خد بالك، خد بالك اللي هيحصل بالظبط. بيدوقه يبقى ده مرعوب من النحل وخايف من النحل. يا سلام، بيقول تجنن طعم ده، ايه ده يجنن، بس لازم العصفرة تاخد نصيبها. احنا قلنا لها، الراجل قال لها يا عصفرة هديكي نصيب، فلازم، والا ما عادتش بعد كده تقول له ابدا، ولا تقول له سر على حاجه، لان هي الدليل، والدليل لازم ياخد ايه حظه. نقطع حته كده بقى ونديها ايه، نديها كلها ده، كلها دي تستحق الخير كله، العصفرة العجيبه دي. ومش هيكذب خبر، هيحط الايه على الرمح. تعالي يا عصفرة. المنظر العجيب اللي يجنن. العصفرة فعلا هيجي تاكل حاجة، شيء غريب مدهش، شيء مدهش يعني فعلا. ده يعني فيه شيء من سليمان. هنا مثلا يقول لك الغزال